السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الناس اللي بتسألني بتقول لي يا رب تكون اكبر كاف في ايطاليا، يا رب تكون اكبر مكتب في ايطاليا، يا رب يا رب يا رب. يا رب هذا الدعاء يعود على الناس اللي هي بتشتغل في مكاتب الكاف وبتعمل مصالح الناس اللي هي المصريين وغير المصريين اللي هم طبعا عندهم مكاتب اللي هي بيقول عليها باتروناتو او الكاف، تمام، اللي هو مكاتب لمساعدة الأجانب، تمام. بس أنا مش فاتح مكتب لمساعدة الأجانب. أنا هنا أنا عندي شركة، تمام. أنا عندي شركة، وأوقات كتير طبعا بطلع بلبس الشركة، لأن أنا دايما بكون واقف في وسط العمال دايما وبشتغل بإيديا، تمام. آه، طبعا الخبرة اللي أنا اكتسبتها عن طريق ان انا بروح اخلص الاوراق بنفسي انا، تمام. انا بروح اخلص الاوراق بنفسي، مش مثلا بجيب معلومات من حد او بسمع لحد. انا في بعض اوقات انا بسمع لكذا حد بيتكلم علشان خاطر اخد بالك اعرف القوانين اللي بتجد ايه او اللي بيحصل ايه. لو مثلا جيت في ايام ما تابعتش التلفزيون الايطالي، فانا طبعا يعني ايه بكون عايز اكون ملم قدر الامكان باي قوانين واي معلومات تبقى موجوده جديده. فاللهم صل على النبي وبارك في جماله. ناس تانية برضو سألتني، بعتت الوصل بتاع التقديم كتير يا جماعة، أكتر من 500 ألف واحد بعتولي على الواتساب، تمام، عشان يسألوني على الريتشيفوتا اللي هي الوصل بتاع التقديم، هل هو صح ولا غلط. ممكن أشوفه أتخدع فيه، ممكن أشوف الوصل أتخدع فيه وأقول لك ده كويس ده مش كويس، لأن أنا بعرف إن هو كويس أو مش كويس، مش ان انا بدخل على برنامج واشوفه، لا، هو من طريقة الكلام وتسلسل الكلام، تمام، ابعاد الكلام في الكتابة. بما ان انا الورقة عندي، فانا بقارنه بالورق اللي عندي وبشوف هل في ثغرة، هل في حاجة مش مظبوطة، هل الكتابة ما هيش مظبوطة. لان طبعا هو الوصل بيطلع كله من على موقع وزارة الداخلية. الم- الوصل بيطلع كله من على موقع وزارة الداخلية. السؤال برضو الناس بعتت تسأله، احنا لحد الآن ما جالناش الوصل. طيب هو الوصل ما جاش ليه؟ هو صاحب العمل مش عارف يجيبه ليه. صاحب العمل لازم يروح مش عارف فين والمكان فين ويجري والمكان بعيد، الكلام ده يا جماعة ما هوش مظبوط خالص. ممكن في أول التقديم الوصل يتأخر شوية علشان الموقع تقيل، فطبعا مش قادرين ان هم يعطوا للناس كلها الوصلات في وقت واحد، فهم بيعطوا الوصلات واحدة واحدة. ممكن يجي لك بعدها بساعة، ممكن بعدها بساعتين، بالكتير قوي تاني يوم من التقديم بتلاقي الوصل موجود عندك على الموقع اللي انت مقدم من عليه. طيب صاحب الشغل يجيبه ازاي؟ صاحب الشغل ممكن يكون مقدم عن طريق كاف اللي هو مكتب مساعدة الأجانب، وممكن يكون هو مقدم بنفسه من السبيد بتاعه. مقدم لنفسه بمعنى ان هو في حد بيملى له الطلبات على السبيد اللي خاص بيه. السبيد اللي خاص بيه كده هو يعني سبيد كده بيوزر نيم بباسورد، بيبقى موجود على التليفون بتاعه ببرنامج معين. هو بس اللي يحق له ان هو يدخل عليه. طبعا كل واحد هنا في ايطاليا ليه حاجه اسمها السبيد، هو ده السبيد يا جماعه اللي بيخش عن طريقه، تمام، وبيملى الطلبات. محدش يقدر يدخل الا باذنه على السبيد ده، ولا حد يقدر يكنتر ولا يشوف غير هو لو هو عامل بالسبيد بتاعه. لو هو عامل عند حد تاني بيعمل بالسبيد بتاع الناس التانية بيتصل عليهم، لو سمحتوا يا جماعة احنا عايزين الوصلات بتاعة التقديمات، لان الناس محتاجاها. كل ما عليه هو بيخش عشان يخش على البرنامج ثواني وبيجيب الوصل. الموضوع ما بيكلفوش، لو هيجيب مثلا الوصلات لاتنين تلاتة اربعة، تمام، الواحد لا يستغرق بتاع دقيقة علشان يجيب له وصله ويبعته له، تمام.
ده موضوع الوصل وحكاية الوصل واللفة الطويلة اللي بتحصل من بعض الناس واللي بيأخروا الوصولات عن الناس. تمام. بالنسبة لموضوع التقديمات، أنا بجاوب طبعا على الأسئلة اللي اتسألتني كلها. أحاول كده ألمها في فيديو واحد. تمام. وطبعا زي ما قلت للناس اللي محتاج أي حاجة يتصل عليا وأنا تحت أمره إن شاء الله. السؤال اللي كان واحد سأله لي تاني، أنت منين؟ من مصر. أنا يا باشا من بلد الحلويات وبلد الموبيليا. أظن الكل عارف أنا منين. واللي عايز إن شاء الله بإذن الله في ناس قالت لي عايزين نتكلم معاك، اللي عايز يشرفني يجي لي إن شاء الله بعد أجازة العيد الكبير، يعني يعدي من العيد الكبير إن شاء الله رحمنا الله عز وجل، وكان في العمرة بقية بإذن الله، يعدي أسبوع منه ويجي يشرفني وينورني في دمياط. أهلا بأي حد عايز يجي يتعرف عليا، ده طبعا شرف ليا قبل كل شيء. يجي ويتفضل واحنا تحت امره في اي وقت. اي حد عايز يجي يتعرف علينا احنا تحت امر الناس في اي وقت. السؤال اللي هو التاني. تمام. السؤال اللي هو الرابع او الخامس، احنا بنجاوبنا على كذا سؤال، فالسؤال الجاي يعني اللي بعد كده اللي هو الناس اللي قدمت بعد 9 و5 دقايق. طبعا يا جماعة احنا قلنا بعد 9 ودقيقة 2 3 4، برضو على حسب العدد اللي مطلوب في المكان عندك. ممكن المكان عندك العدد يكتمل من أول دقيقة، من أول دقيقتين، من أول 3، من أول 4. تمام. برضو على حسب العدد اللي هم طالبينه، لأن المرة بتاعت التقديم بتاع شهر 3 اللي فات ده طالبين عدد قليل جدا، طالبين عدد قليل جدا، فطبعا بياخدوا بأسبقية التقديم. الناس هتقول طب في واحد صاحب عمل قدم لي متأخر، صاحب عمل كذا كذا كذا. والله يا جماعة انا بتكلم لان انا واحد من الناس اللي هي بتقدم، ما بعتمدش على حد يقدم لي، بمعنى ما بعتمدش على حد يبعت لي الاوراق. وزارة الداخلية انا ببعتها بايديا، من الساعة 9 ببدأ ابعتها بايديا. انا الحمد لله يعني بتعامل كويس، كمبيوتر تليفون الكلام ده، فعندي خبرة حلوة. انما انا ما بمليش الطلب. انا الطلب ممكن امليه، بس انا ما عنديش وقت ان انا اقعد قدام الطلب ساعتين 3 عشان امليه واظبطه. بس انا ممكن امليه، يعني الموضوع بالنسبة لي همليه وهبعته وكل حاجة، بس انا الموضوع انا ما عنديش وقت. تمام. فالمرة دي اللي حصل فيها ان الموقع اتجدد وبقى غير كل مرة. الموقع اتجدد يا جماعة غير كل مرة، فالموقع اللي عمله المرة دي ما يسواش 3 مليم. الموقع طلب منك قبل ما تبعت الطلبات تحديث الصفحة، فالناس بدأت تحدث الصفحة، فبدأ في التحديث بدأ كده يقعد اللي هو الداونلود يقعد يلف 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 يلف. قعد أكتر يعني في ناس دخلت 20 دقيقة، 25 دقيقة، 30 دقيقة. احنا الموضوع برضو اتأخر معانا شوية. تمام. لأن قعد يلف يلف وانت ما تقدرش تعمل أي حاجة خالص. هتيجي مثلا هتخرج من الصفحة هتيجي تدخل تاني هيبقى الموضوع صعب، فما عليك إلا الانتظار. في ناس ربنا كرمها، وده طبعا يعني موقع سيء جدا. ازاي موقع يطلب منك تحديث صفحة قبل ما تبعت الطلبات؟ ده طبعا موقع سيء جدا. وكلنا عملنا شكاوي في وزارة الداخلية. وزارة الداخلية قالوا ما عليكم إلا الانتظار، ودي حاجة مش بإيدينا. تمام. واحنا هنحاول قدر الإمكان نلتمس العذر للناس اللي هي قدمت متأخر، ونحاول نشوف اي حل لهم بعد كده. لان انا يعني يمكن يوم بعد يوم انا بكلم البريفاتورة اللي هي يعتبر بيطلع من عندها انه لا وسطى اللي هو الرد. انا بكلمهم دايما باستمرار وبقول لهم يا جماعة، وببعت لهم شكاوي دايما بحاجة اسمها الايميل بتاع الشركة اللي هو البيك. تمام. طبعا كل ما بتبعت من ايميل الشركة كل ما الشكوى بيتنظر فيها وبيبصوا لك بصة كويسة وبيردوا عليك بسرعة. من ايميل الشركة بيردوا عليك بسرعة. فطبعا ما نقدرش نفقد الامل دايما في ربنا موجود سبحانه وتعالى. تمام. ان شاء الله باذن الله الناس اللي هي حاولت في شهر مارس اللي هو 2023 وما جاش الرد،
ان شاء الله باذن الله يكون كرم ربنا كرمها في شهر 12، اللي ما ربنا ما كرمهاش في 12 ربنا يكرمها في شهر 3 اللي هو 2024. اللي ما يكونلوش الحظ باذن الله، طبعا انا نصيحه مني للجميع، اللي ما يكونلوش الحظ يخليه برضه مع صاحب العمل، لان هو ما هيش بايد اي حد، ما هوش بايد اي حد. موضوع التقديم يا جماعه، زي ما قلت قبل كده في كذا فيديو، الموضوع صعب جدا. وبقول لك الموقع بيبقى عامل يعني ابطأ من مشي السلحفه، ابطأ من مشي السلحفه، تمام، لان الموضوع بيبقى صعب جدا جدا جدا. وطبعا ضغط نفسي وعصبي، تمام. وقاعدين بقى بقالنا كذا يوم، وقاعدين مع الناس اللي هم كانوا محاسبين، ولا ناس ان هم كانوا مثلا اصحاب مكاتب الكاف، بنعمل الطلبات. وطبعا قاعدين للساعة 8 و9 اخر النهار. ده يعتبر بالنسبة لنا متأخر، لان احنا بنصحى من الساعة 5 الصبح. في ناس تقول لك ايه الساعة 8 والساعة 9؟ الناس اللي في مصر طبعا، الناس اللي بتصحى من الظهر الكلام ده، طبعا الناس بالنسبة لها الموضوع ده 8 9 هم لسه بيبدأوا سهر. انما احنا 8 9 بنكون يعني المفروض ان احنا اكلنا قعدنا بنستريح 9 9 ونص بتلاقينا رحنا نمنا. هو ده الطبيعي لان احنا بنصحى بدري. ف اللي حصل غصب عن اي حد، موضوع التقديم اللي حصل متأخر غصب عن اي حد، تمام. انا قلت برضه اطلع واوضح وكل حاجة والامور كلها للناس، علشان الناس تكون عارفة اللي بيحصل ايه بالظبط. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات، ان كان في واحد طلع اخ مغربي قال ان في رد في يوم الاثنين اللي هو اللي فات ده. طبعا انا الناس اللي بعتت لي على الخاص قلت لهم يا جماعه، طبعا انا ما اعتقدش ان هم هيردوا قبل الميعاد بتاعهم. طالما عدى 34 35 يوم، احنا عرفنا يعني من الخبره. مش هقول لك ان انا يعني بنحضر حاجه عشان نعرف، لا، ده احنا عن طريق الخبره بنعرف. انا من الخبره بعرف ساعات بيقعد 34 يوم 35 يوم، ولو عدوا الفتره دي فبتضطر ان انت تستنى ال 60 يوم. ال 60 يوم اوتوماتيك الموقع بيرد عليك، تمام. ناقص اوراق مش ناقص اوراق، بيرد عليك اوتوماتيك على طول ان انت دخلت الكوتا، تمام. وبعت لك النولة وسطى، وبعدها تبدا تجهز نفسك وتجهز امورك للي جاي بعد كده، تمام. طبعا قبل ما انسى بارك للناس اللي هي ربنا كرمها وخدوا الفيزا، تمام. الناس اللي كانت متابعه معايا من تابع ناس تانية، وبفضل الله احنا يعني طمناهم ومشينا معاهم خطوه بخطوه، ان هم طبعا بدون اي مقابل، بدون اي حاجه، تمام. احنا عملنا معاهم الموضوع ده لوجه الله، كاخويه. كانوا بيتابعوا معانا، عايزين كذا عايزين كذا عايزين كذا، عايزين نعرف، عايزين نطمن، تمام. انا مش مكتب ولا حاجه ولا الكلام ده، انا راجل بقدم لناس، ومش طالع لا اعمل لا دعايه ولا حاجه، لان طبعا الناس اللي عارفه ان انا عندي ضغط جامد من الناس هقدم لها. احنا معانا بقى يعني يدينا ويديكوا طول العمر، معانا ناس كتير. لو فتح بعد كده القانون 5 6 سنين قدام، فمش هنقدر نخلص الناس اللي عندنا، لان عندنا حبايبنا كتير يعني، والناس بتثق فينا، وبفضل الله بنوفي مع الناس للاخر. طبعا والناس اللي استلمت معانا من ناحيتنا، والناس اللي استلمت قريب بنقول لهم الف 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 مبروك، وربنا يا رب كده يعني يتممها يا رب على خير، وتيجوا توصلوا لايطاليا بالسلامه ان شاء الله. وبعدها ان شاء الله كده نتواصل مع بعض و... ونتقابل ان شاء الله، واخلص لكم بقيه الاجراءات ان شاء الله. بس طبعا الموضوع ده هيكون بعد العيد الكبير، لان طبعا انا بقالي كتير ما نزلتش، فعايز انزل اجازه، لان انا العيد الكبير عندي لازم احضره في مصر. ما اقدرش ان انا اقعده هنا، لان بيبقى الموضوع صعب بالنسبه لي جدا جدا جدا. فاللهم صل على النبي وبارك في جماله. احنا كده ردينا على الاسئله اللي الناس سالتها، تمام. بالنسبه كان في واحد اخ سالني على سؤال تاني، تمام. السؤال هو: لو صاحب العمل عمل له واستلم النالة قسطة وجه هنا. السؤال ده طبعا انا جاوبت عليه قبل كده، بس هو عشان يقعد يقلب في الفيديوهات ممكن اكون جاوبت عليه في نص الفيديو، في اول الفيديو. فانا برضو بقول له حاول توصل لحل مع صاحب العمل احسن،
وما تخليش حد يضلك ولا حد يلعب في دماغك ويقول لك ده غصب عنه المفروض يعمل لك. هو غصب عنه المفروض ان هو يعمل لك، بس هتحرق دمك وهتتعب نفسك، وفي الاخر هو زي الباشا هيروح ويعمل لك ورقك وحاجتك، تمام، وانت برضو تحت ضرسه. هيعمل لك ازاي؟ صاحب العمل رفض ان هو يجي معاك البرفتور. الشركة بالفعل لو فاتحة، تمام، انت بتقعد تعمل شكوى وبنزوروا فيها والموضوع بيتأخر وهم يقعدوا يتصلوا عليك، طب انا مش فاضي، انا مش كذا، انا كذا، انا كذا، انا كذا. انا يا جماعة قلت بدل المرة مليون مرة، العقد شريعة المتعاقدين. الناس اللي اتفقت مع حد انها تجيبهم و... وتعمل لهم اوراق هنا، المفروض ان هم يوفوا معاهم لحد الاخر، وزي ما اتفقوا معاهم ان هم يعملوا لهم اوراق، المفروض يعملوا لهم الاوراق للاخر، وبلاش حد يضحك على حد، وبلاش حد يسيب حد في نص الطريق. لان انت يعتبر ان القسطة دي يعتبر مش نص الطريق، يعتبر ده اوائل الطريق كمان، لان انت بعد كده الشغل اللي بيجي كله هنا بتكون انت مظبط نفسك، مظبط امورك، دافع ضرايبك، حاجتك، مخلص كل شيء. لان طبعا ده اهم شرط، اهم شرط واهم حاجة انك تكون مخلص ضرايبك، لان الناس طبعا اللي شغال هنا عارفين الضرايب هنا قد ايه، لان اعتبر من اكبر دول اوروبا، من اكتر دول اوروبا بتاخد ضرايب هي ايطاليا، ضريبتها عالية جدا. ف فيا جماعة رجاء للناس أصحاب العمل اللي وعدت الناس إنها تخلص لها ورقها تخلصها لحد الآخر، لأن طبعا كل واحد في اللي مكفيه، وكل واحد ربنا هو اللي عالم هو عمل إيه وباع إيه وتصرف في إيه علشان خاطر ربنا يكرمه ويسافر، لأن الوضع في مصر بقى صعب. فما تبقاش أنت والدنيا عليه، لأن الناس مخنوقه والناس جابت اخرها يعني. فحرام حرام انكم تضايقوها على الناس اكتر ما هم متضايقين. بفتكر معاكم معلش الاسئله اللي بتيجي تاني، علشان برضه يعني انا بعتبر القعده كده يعني ايه، مش قعدات بقى رسميه بقى والكلام ده، واقعد بقى يعني ايه اكتب وكده واتكلم في كل نقطه والكلام ده. لا، انا بفتكر بس الاسئله والكلام ده، لان والله الواحد يعني ايه ما بيكونش فاضي. بس انا لو انا عندي مثلا وقت ولو 10 دقايق، ربع ساعه، تلت ساعه، انا بحاول ان انا اطلع ارد على اسئله الناس اللي هم حبايبي واخواتي في كل مكان في مصر والمغرب وتونس وجميع الدول العربيه كلها وليبيا والجزائر. انا اي حد يسالني في اي حاجه انا تحت امره. وطبعا بسيب رقم التليفون بتاعي تحت الفيديو، عشان لو حد عايز يستفسر عن اي شيء او يعرف اي شيء، انا تحت امره في اي وقت. تمام. اتكلمنا طبعا عن كذا حاجة وكذا نقطة. تمام. بالنسبة الاخ الفاضل اللي سألني ان الملف بتاعه مفتوح، طبعا انا جاوبته كتير. تمام. بس طبعا انا بقول السؤال برضو منه هو يسمعه تاني، ومنه برضو يسمعوا اي حد تاني عايز برضو يعني ايه يسأل في نفس السؤال. فانا ايه بجاوب عليه مرتين للشخص اللي سأل، وبجاوب عليه في الفيديو علشان الكل يستفاد منه. الراجل الطيب اللي سألني ان اللهم صل على النبي وبارك في جماله، موضوع ان الأوسطى. موضوع ان الأوسطى هل مثلا لها وقت بتنتهي فيه ولا لا؟ ايوه يا جماعه، ان الأوسطى لها وقت بتنتهي فيه. ان الأوسطى لها وقت حوالي بتاع 6 شهور، وبعد كده بتنتهي. طيب انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا دلوقتي مثلا عشان ان الأوسطى هتنتهي في الوقت ده، انا اجيب الميعاد غالي، انا اجيب الميعاد كذا. اللي احنا سمعناه يا جماعه ان المواعيد ان شاء الله الايام الجايه في الالما فيفا هتبقى كتيره. تمام. معلش انا ممكن اكون اخبرك في حاجات كده يعني ايه
ب بافكّر في حاجات وأنا باتكلّم معاكم، لإن في التليفونات بس بتيجي لي وكده، تمام. فبدل ما أقطع الفيديو فأنا هاكمّل بس الفيديو للآخر، وبعد كده إيه هاكلّم الناس اللي بترن عليّا. فحاول قدر الإمكان إنّك تاخد الميعاد في أول النيلة قُسطى، في أوائل النيلة قُسطى، أول ما النيلة قُسطى تيجي لك، لإن هي ب6 شهور، أول ما النيلة قُسطى تيجي لك، فأنت تحاول تاخد الميعاد بسرعة في أوائل النيلة قُسطى، علشان أنت كل ما تتأخّر اللي بيسألك بيقول لك أنت جايب النيلة قُسطى من إمتى، وهُم أصلًا عارفين، خدوا بالكم، عارفين بقى ليه، لإن هُم قاعدين متابعين وعارفين إن أنت بتاخد النيلة قُسطى من إمتى. أنا هاسرّع معلش عشان بس الناس اللي منتظراني، وعارفين إن أنتم هتاخدوا النيلة قُسطى من إمتى، إن أنتم آخدين النيلة قُسطى من إمتى، وعارفين إن أنت المفروض هي هتنتهي معاك إمتى، فهُم بيستغلّوا الظروف. فأنت لمّا تروح تقدّم النيلة قُسطى في الأوائل بيكون أحسن لك. يعني أنت لمّا خدت النيلة قُسطى مثلًا الأيام الجاية مثلًا النيلة قُسطى هتطلع يوم السبت أو يوم الأحد إن شاء الله بإذن الله، عشان الناس تكون مستعدة السبت الحد وأنتم طالعين بإذن الله هيبدأوا يردوا على الناس إن شاء الله بإذن الله. وأنا على حد علمي الرد هيكون أوتوماتيك إن شاء الله يا جماعة، فاستبشروا خير بإذن الله. هيردوا على ممكن ناس تزيد إن شاء الله، ممكن ناس تزيد، وممكن ناس ما تكونش داخلة الكوتا تخش الكوتا، خدوا بالكم. ممكن ناس ما تكونش داخلة الكوتا تخش الكوتا، تمام، وممكن ياخدوا أعداد زيادة. فأنت تحاولوا قدر الإمكان تقدموا أو تاخدوا مواعيد في أول ما ييجي لك النيلة القُسطى على طول. ما تستناش إنها يعدّي منها شهرين 3 ولا الكلام ده، لإن كل ما بيعدّي منها وقت كتير كل ما صاحب اللي بيجيب لك الميعاد بيعرف إن أنت مضطر إنك تاخد الميعاد فبيغلّيه عليك. فنصيحة منّي لأي حد وطبعًا وأي حد بيشوفني باجيب مواعيد، فرجاء يا جماعة إن أنتم تعاونوا الناس دي، لإن الناس دي بتبقى يعني تعبانة وجابت آخرها ومستعجلة وطبعًا بتبقى أكتر الناس قفلت شغلها ومصالحها في مصر، وجمدت نفسها علشان خاطر خلاص عايزين يبدأوا حياة جديدة في مكان جديد. رجاء من الناس اللي بتجيب مواعيد تحاول تساعد الناس دي، وتحاول قدر الإمكان إنها تضبط لهم السعر. بلاش بقى الأسعار المبالغ فيها اللي بنسمعها والأرقام الكبيرة دي، لأن بصراحة حرام جدًا، جدًا، جدًا الأرقام اللي بنسمعها لمّا يكون ميعاد يوصل ل50 و60 والله العظيم و10.000 جنيه كتير على ميعاد. يعني أنت لمّا تكون بتجيب ميعاد وما بتعملش ورق ولا بتحاسب لا محاسب ولا ده ولا ده ولا ده، وبتدفع في ميعاد 10.000 جنيه، 10.000 جنيه هم كتير، بس حتى لو خليتوها 10.000 جنيه عشان ده واحد بيجيبها من وراه واحد والكلام ده ما فيش مشكلة، بس أهم حاجة يعني ما تعدّيش يا جماعة مبلغ أكبر من كده. الناس تقول لك الناس بتقول لك علشان واحد بيجيبها من ورا واحد، تمام ماشي يا جماعة أنا معاكم. وناس بتقول لك بيتدفع مبلغ هناك، المبلغ كان الأول عشان بس قبل ما أنسى، المبلغ كان في الألما فيفا يا جماعة بيتدفع 1110. التحديث الجديد المبلغ اللي بيتدفع 1750. يعني أنت علشان تاخد ميعاد كده حضرتك الرسوم اللي بتدفعها 1750 للميعاد. طبعًا بدون أتعاب بقى الراجل اللي بيجيب لك الميعاد والكلام ده، اللي هي الأتعاب اللي المفروض مثلًا لو هيجيب لك زي أيام زمان مثلًا كان بيتدفع 1110، واللي بيجيب لك الميعاد بياخد مثلًا ياخد له كمان 1000، 1000 ونص، كان الميعاد كان كتيره 2000 ونص، 2000، 2000 ونص، ما بيكترش عن كده. طبعًا المرة دي نقول مثلًا لو 1750 يا سيدي، خلّيها يا سيدي 5 ما فيش مشكلة، خلّيها يا ريت توصل ل5 يا ريت. ممكن حد يقول لي يا عم و5 كتير، ما يا عم والله 5 كتير أنا معاك إن 5 كتير، تمام، بس هنقول مثلًا إن واحد بيجيبها من واحد، وما فيش مواعيد أصلًا. يعني إحنا حاولنا نخش نجيب مواعيد، والله العظيم أنا لو كنت قعدت جبت مواعيد أنا كنت خدمت الناس. أنا الوقت حاليًا باحاول، لإن أنا عندي الوقت من الساعة 09:00 عندي يمكن وقت فاضي شوية اللي هو نُص ساعة، يعني ممكن من 09:00 ل10:00 كده أحاول لو الموقع فتح، أحاول أجيب مواعيد إن شاء الله وبدون أي مقابل. الناس بس تكون معايا. لو الأمور ضبطت معايا تمام هاقول لك حوالي ال1750 اللي هم بيدفعوا للميعاد، بس وأجيب لك ميعادك بس. 1750 بالضبط اللي هم هيدفعوا رسوم، وأبعت لحضرتك ميعادك وخلاص، تمام. ده اللي إحنا بنسعى فيه اليومين الجايين إن شاء الله، إن إحنا نجيب المواعيد للناس كلها بإذن الله
ببلاش بدون أي مقابل، ودي خدمة للناس، مش للناس بس اللي بتقدم معانا يا جماعة، أي حد والله إن شاء الله بإذن الله. أتمنى إن الموقع يفتح، أتمنى الموقع يفتح والله. أجي هنا في المكان ده أقعد كده أجيب الكمبيوتر وأتابع مع الناس وأحجز للناس كلها، ما عنديش أي مشكلة خالص في موضوع إن أنا أحجز للناس ونساعد الناس في سبيل إن ما حدش ياخد من حد مبالغ كبيرة، لأن الناس طبعا بتبقى جابت آخرها. تمام. وكده يعتبر يعني ايه، يعتبر ردينا على كل الناس كل الأسئلة. تمام. وانا زي ما قلت للناس، اللي عايز يجي ويشرفني في بلد الموبيليا وبلد الحلويات، تمام، ويجي يشرفني وينورنا في اي وقت، وان شاء الله باذن الله هيكون في مفاجأة كبيرة في التقديمات بتاعة شهر 12، زي ما عملنا في شهر 3. طبعا عملنا قرعة للناس وكده، وفي واحد اتقدم له، فاحنا لسه ما عرفناش طبعا الرد، هل هيتوافق عليه او مش هيتوافق عليه. والله اتقدم له كل حاجة وخد الوصل بتاعه، واحنا منتظرين الرد. اتعمل له ورقه وحاجته بالظبط على اكمل وجه، كانه واحد بالظبط. تمام. راح يعمل اي حاجه بره في اي مكان. تمام. اهتمينا بورقه وقدمنا له وبعتنا له كل حاجه. وطبعا هو اخ معانا ومتابع معانا على اليوتيوب. فيا رب يا رب يا رب الناس اللي قدمت معانا المرة دي ربنا يكرمها. ما كانش المرة دي هيكون المرة الجاية بإذن الله، علشان زي ما قلنا طبعا الموقع واللي حصل فيه. تمام. الواحد موزع علينا والله ان المرة دي مثلا ممكن ما يطلعش حد، هو كده كده طبعا غصبا عننا وغصبا عن اي حد، لان الاعداد قليلة. تمام. والحمد لله في كذا مرة اللي قبل كده الحمد لله يعني ربنا كرمنا وجبنا العدد كبير من الناس، النيلة أسطى، والناس بفضل الله جايين في الطريق، وفي لسه مش عارف ياخد مواعيد. فربنا يا رب يوفق الجميع ويسترها على الجميع يا رب، اللهم امين يا رب. والكل باذن الله كده يسافر ان شاء الله. وباذن الله برضه في شهر 12 لو فيه الامكانيه ان احنا نقدم لاعداد زياده، هنشوف على حسب العدد اللي هم حاطينه. تمام. وبرضه في فكره برضه حلوه، ان الناس اللي تيجي تقدم تحاول بدل ما تحط التقديم كله، العدد كله على سبيد واحد، بتقسمه على كذا سبيد احسن، علشان يكون الارسال سريع ويبقى فيه نسبة القبول كويسة ان شاء الله باذن الله، او نسبة ارسال الطلبات تكون باذن الله يعني ايه في وقت سريع. تمام. يكون مثلا اخد 9 دقيقة 9 دقيقتين 9 3 دقايق 9 4 دقايق. تمام. ده التوقيت ده يعتبر كويس جدا. طبعا احنا قدمنا قبل كده في كذا مرة، وكان التوقيت بتاعنا كان 9 ثواني. طبعا ده الكلام ده قبل كده، قبل ما المواقع طبعا يعني تتقل وتكون عليها ضغط جامد كده. تمام. كان كتيرنا قوي ال9 دقيقتين، كانت كتيرنا قوي 9 دقيقتين 9 3 دقايق، يعني يعتبر 9 3 دقايق 9 5 دقايق. كنا ما بنكترش عن كده، يعني كنا ما بنكترش عن كده، برضه على حسب الموقع وحسب الضغط اللي كان عليه. فان شاء الله باذن الله انتظروني في بث مباشر باذن الله يوم الجمعه باذن الله، احيانا الله عز وجل بتوقيت مصر، يعني خليها الساعه 10 بتوقيت مصر ان شاء الله، علشان هيكون باذن الله في جديد وفي مفاجآت. طبعا لسه هنسمعها من وزاره الخارجيه. تمام. وزاره الداخليه. تمام. هنا في ايطاليا بخصوص التقديمات وبخصوص الاستلام ان شاء الله يوم السبت ويوم الاحد باذن الله، لان هو دايما الرد انا بنسبه كبيره انا شاكك ان هو الرد هيجي يوم الاحد، لان كل مره الرد بيجي لي يوم الاحد. كان بيجي يا اما بالليل، وساعات بيجي الصبح، طبعا على حسب السيستم وعلى حسب الوقت اللي هو بيكون اخده السيستم، وبعد كده بيردوا على الناس
بعد الوقت اللي هو المتحدد اللي هم مثلا 60 يوم بالثانية، لا بيزيد ولا بيقل. فإن شاء الله بإذن الله انتظروني في فيديو في بث مباشر إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 10 بتوقيت مصر إن شاء الله، علشان أقول لكم باللي هيحصل إن شاء الله، وبالجديد اللي هيكون موجود، واحتمال الكوتا تزيد والعدد يزيد، واحتمال ان شاء الله يكون في رد على اكتر من الناس. وطبعا يا جماعه زي ما انا قلت لكم ده مش كلام وخلاص، انا مش مثلا بطلع اقول كلام للناس وخلاص، لا ده كلام من البريفاتورة نفسها، لان انا يوميا مش يوميا يعني يوم بعد يوم انا بصراحه بطبخهم لحد ما عرفوا اسمي، تمام، علشان بسعى وبخلص شغلي وحاجتي، علشان الناس اللي معايا طبعا قاعدين منتظرين، فبحاول قدر الامكان ان انا اطمن الناس واقول لهم احنا عملنا ايه او وصلنا لحد فين. نشوفكم على خير باذن الله يوم الجمعه الساعه 10 في بث مباشر على الفيسبوك ان شاء الله، وهنحاول باذن الله ان احنا نثبت البث ده يوم الجمعة. بالأخص أنا عملته يوم الجمعة علشان أجازة الناس في مصر، فيا رب يا رب يا رب إن كده إن شاء الله اليوم ده نحاول نفضي أكبر وقت لنا إن احنا نقدر نرد على الناس بإذن الله، ونجاوب على أسئلتهم إن شاء الله بإذن الله. ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.